ولا تقوز وشورنده كيكيلي مروف كدا سر بلنده دلاليلي ولا تقوز وشورنده كيكيلي. عيد نوروز، الاحتفال الممزوج بالدم في كردستان سوريا. مارس النظام السوري شتى الوسائل القمعية بحق المناضلين الكرد والنشطاء السياسيين على مر العقود الماضية، من اعتقالات تعسفية ومحاولة قمع الفكر السياسي والثقافي الكردي، وإقامة الاحتفال بعيد نوروز القومي لغاية آذار من عام 2011 أبان انطلاق الثورة السورية. لكن سلطات النظام السوري كانت تمنع الاحتفال بعيد نوروز على الإطلاق قبل عام 1986. فكيف أجبر النظام السوري على السماح للكرد بالاحتفال؟ منعت سلطات النظام السوري يوم 21 من آذار عام 1986 الكرد من الاحتفال بعيد نوروز، فانطلقت مسيرة احتجاجية إلى القصر الجمهوري أبان حكم رئيس النظام السابق حافظ الأسد للمطالبة بإحياء هذا اليوم القومي دون منعهم والتعرض لهم. وأثناء المسيرة الاحتجاجية أطلقت قوات الحرس الجمهوري التابعة للنظام السوري الرصاص الحي على المتظاهرين لمنعهم وتفريقهم، وأصيب فيها الشاب الكردي سليمان محمد أمين آده واستشهد على إثر إصابته. وكانت هذه الحادثة بداية التغيير، حيث أصدر رئيس النظام السوري آنذاك حافظ الأسد مرسوما يقضي بموجبه اعتبار يوم 21 من آذار من كل عام عطلة رسمية في البلاد بمناسبة عيد الأم، ليتزامن بذلك عيد النوروز مع عيد الأم بحسب المرسوم. وبالرغم من أن عيد الأم في سوريا كان يصادف 13 من أيار، لكن سياسة الأسد الأب جاءت لاختيار يوم 21 آذار عطلة رسمية لامتصاص غضب الشارع الكردي من جهة، ولإظهار عدم رضوخ النظام لمطلب الكرد من جهة أخرى. بالإضافة إلى ضغوطات استخبارات النظام السوري على كافة المناضلين والنشطاء الكرد، وخاصة مؤسسي الحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا ورعيله الأول ومن ثم الثاني، مارس النظام السوري شتى الوسائل والسياسات الشوفينية بحق الكتاب والشعراء وأعضاء ومسؤولي الفرق الفلكلورية الكردية أيضا. ولم يمر أي عيد نوروز على الشعب الكردي في كردستان سوريا دون مضايقات أمنية ووضع حواجز استفزازية على الطرقات المؤدية لأماكن وساحات عيد نوروز على الطرقات الرئيسية لمضايقة الكرد وخلق الفتن والاستفزاز. وشهدت أيام احتفالات نوروز الكثير من افتعال المشاكل أدت بعضها إلى استشهاد شبان ومواطنين كرد والكثيرين من الضحايا في محاولة لتخويف وترهيب أعضاء الفرق وتهديد المصورين ومصادرة معداتهم. ما الدور الذي قامت به الفرق الفلكلورية في إحياء نوروز؟ بالرغم من كل المحاولات البائسة والشوفينية بحق الكرد من قبل النظام السوري، أحيا الشعب الكردي عيده القومي عيد نوروز الذي يرمز للحرية والانعتاق من الظلم والعبودية، ويوم رأس السنة الكردية. ولعل أكثر من لعب دورا تاريخيا مهما في إحياء نوروز والحفاظ على اللغة الكردية والفلكلور والتراث الكردي هي الفرق الفلكلورية الكردية التي لعبت دور الأم في تربية أجيال وتوعيتهم وتوجيههم للحفاظ على لغتهم وحقوقهم وهويتهم وفلكلورهم الكردي الأصيل ووحدة الصف الكردي. تأسست أول فرقة فلكلورية في كردستان سوريا عام 1978 باسم فرقة الفلكلور الكردي بإشراف الراحل عبد الرحمن إسماعيل صوره، الذي كان يدرس الصحافة في مدينة أنقرة بتركيا آنذاك، حيث ساهمت تلك الفرقة في إحياء التراث والفلكلور الكردي الأصيل من خلال الدبكات والرقصات الكردية والأغاني المستمدة من التاريخ وعراقة التراث والفلكلور الكردي. وبحسب الكاتب الكردي شيار آلياني الذي نشر في جريدة كردستان القسم الكردي من العدد 151، تأسيس الفرقة في تلك الفترة كان بمثابة المحرمات، حيث أوقدت الشعور القومي في قلوب الشبان الكرد. وكانت الفرقة تقوم بالتدريبات والبروفات في المركز الثقافي الجديد في مدينة قامشلو. ثم شاركت الفرقة على مستوى سوريا والعالم في مهرجان بصرة الشام الدولي.
وقدمت عرضا مميزا وملفتا للأنظار، ونالت الفرقة الدرجة الأولى بين جميع الفرق المشاركة. ومن فناني الفرقة آنذاك الفنان الكردي العالمي جوان حاجو وتشلبي حاجو، والفنانة سيفي متيني وأميرة. وبحسب المصدر كان الراحل عبد الرحمن اسماعيل صوري مسؤولا للفرقة، والمناضل الراحل مجيد حاجو أيضا كان له دور مميز في إدارة الفرقة وتأمين الأعضاء من الفتيات ودعم الفرقة، كما ودرب الفرقة في قسم الدبكات زهر الدين باطي. وساهم كل من الفنانين جوان حاجو، تشلبي حاجو، شيخ موس خليل، الفنان صلاح رسول، إبراهيم أوسي، وسليمان رمو، وأحمو علاني وشقيقه، وخليل بطي، نوري حاجو، لطيف إبراهيم، قلناز إبراهيم، وسيفي متيني في قسم الموسيقى والغناء في الفرقة. وفي بداية الثمانينات من القرن المنصرم انبثقت عدة فرق فلكلورية من رحم تلك الفرقة، حيث قامت جميعها بدور ريادي ومهم في إحياء عيد نوروز ومواصلة النضال وخدمة الفن والفلكلور الكردي، وحافظت عليهم من محاولات النظام السوري البائسة في طمس الهوية الكردية. قبيل عام 1986 وخوفا من بطش النظام أحيا الشعب الكردي عيده القومي في المنازل وحظائر الحيوانات وعتمة الليالي بسرية تامة، وحتى بتلك السرية ولوجود نفوس ضعيفة ونشر النظام للجواسيس وأزلامه في عموم مناطق كردستان سوريا وسوريا عامة، كان أصحاب المنازل والأماكن التي تتم فيها الاحتفالات والمناسبات القومية يتعرضون غالبا للاعتقال والتعذيب، حيث دفع بعضهم حياته ثمنا لمشاركته في واجبه القومي. ومن بين هؤلاء الضحايا الشهيد شيخو ابن قرية جريسبي في ريفديريك الذي تعرض للاعتقال والضرب والتعذيب واستشهد على إثرها. استهداف بالرصاص الحي ومجازر بحق الكرد لترهيبهم ومنع نوروز. ومن أوجاع الكرد وتضحياتهم في إحياء عيد نوروز، أثناء توجه الكرد لإحياء عيد نوروز في مدينة قامشلو بكردستان سوريا عام 2000 تعرض بعض الشبان من المكون العربي من سكان حي علايا شرق قامشلو للسيارات المارة، وقاموا برمي الحجارة عليهم، وبدأوا بتوجيه كلمات نابية ومسيئة للفتيات. ليتدخل هنا شاب كردي باسم سلمان ملا عبد الله ديواني البالغ من العمر آنذاك 14 عاما، وحدث عراك بينهم، واستطاع سلمان أن يلقنهم درسا في الكرامة، لكن أحد أقارب هؤلاء وكان أكبر سنا من سلمان باغته وضرب عنقه بسكينة حادة أودت إلى استشهاده. وفي ليلة يوم الخميس 20 آذار عام 2008 هاجمت دورية من قوات النظام السوري شبانا كردا أثناء إيقاد شعلة عيد النوروز، وأطلقت عليهم الرصاص الحي بشكل عشوائي، ما أسفر عن استشهاد 3 شهداء و4 جرحى. وقامت الحركة الكردية في سوريا آنذاك بإعلان الحداد العام وألغت الاحتفالات بعيد نوروز. واحد والعشرين من آذار عام 2010 هاجم مسلحو النظام السوري المواطنين الكرد في مدينة الرقة الذين تجمعوا للاحتفال برأس السنة الكردية عيد نوروز القومي بعد استفزازهم بإطلاق الرصاص الحي العشوائي، وأسفر هجومهم عن مجزرة استشهد فيها 3 أشخاص وأصيب أكثر من 50 شخصا. احتفالا للأكراد بعيد النوروز في ساحة عبد الرحمن ألوجي بحي المفتي. وشهدت ليلة 20 من آذار للعام 2015 انفجارا مزدوجا بمفخختين
استهدفتا تجمعا للكرد المحتفلين بعيد نوروز في حي المفتي بمدينة الحسكة ليسفر الهجوم الإرهابي على مدينة الحسكة والشعب الكردي عن 35 شهيدا بينهم أطفال ونساء وعشرات الجرحى. وتبنى الهجوم الإرهابي تنظيم داعش الإرهابي. عقود من الزمن والظلم والاستبداد ونوروز ممزوج بالدم، لكن الشعب الكردي في كردستان سوريا لا يزال مستمرا في إحياء عيده القومي. ولات شقاز خوشورنده کچکی لیلی مروفتی دا سر بلنده دلالی لیلی ولات شقاز خوشورنده کچکی لیلی مروفتی دا سر بلنده دلالی لیلی لیمن رزو نفذن کچکی لیلی جواری مدرتونه دلالی لیلی لیمن رزو نفذن کچکی لیلی جواری مدرتونه دلالی الظلم ولا الخشى لو قلولو في ولا جيان ما مشى دلالولو الظلم ولا الخشى لو قلولو في ولا جيان ما مشى دلالولو علي عمر. لو قلولو كسنا من بكاك رشاد دلالولو ترم ولا تذكر بكن لو قلولو كسنا من بكاك رشاد مجبن دستان راقهينا جينا بن دستين جينا راقهينا مجبن دستان راقهينا جينا بن دستين جينا راقهينا كولتي الساجي